تقبل الله طاعتكم جميعا، ان شاء الله تكونون بصحه وبسلامه. الحمد لله الله سبحانه وتعالى بلغنا شهر رمضان، والحمد لله اللي بلغنا الجمعه الثالثه، لا فاقدين ولا مفقودين. عسى الله يحفظكم جميعا من كل شر. لا تشمشمون بالسيجار قبل لا تشترونه يا جماعه، والله عاده ما هي حلوه. لا تشمشم ولا تفقص. انت داش محل سيجار محترم وتبي تشتري سيجار، واللي قدامك رجل محترم وقاعد يقول لك واحد اثنين ثلاثه ويشرح لك عن السيجار، انت تقول له، هو يراويك السيجار يقول لك ترى اي والله هذا هويو، هذا برتقال، تقول له كان يسي، تاخذه وتباخته وتسوي، تحطه على خشمك وتشم، تحط على خشم الثاني وتشم، تسوي كذي وتشم. ما هي حلوه الحركه يا اخي. تبي تشمشم اخذ السيجار بعدين شمشم فيه. انت ما ترضى تاخذ سيجار واحد شامه قبلك ومسح فيه بجواربه ومسح فيه بخشمه، هذا ما هو تصرف محترف. والتصرف الثاني ارجع حق الشم، هذا اللي عمليه يعني انت عارف، انت فتاح خزن محترف، تفتح خزن يشوف يسوي يفقص فيه كذي، يحطه عند اذنه تشك 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 تشك، 3 طقات 4 طقات يمين 5 اي لا زين، هذا ما هو صحيح. منو علمكم هالسلوكيات؟ ما راح تعرف السيجار زين ولا انت متمرر على ذونك. هذا الشخص اللي قدامك اللي قاعد يبيعك السيجار، اذا باعك سيجار ما هو زين هو خسران، لا ترجع له. بس لا تاخذ السيجار تفقصه وترده، وتاخذ واحد ثاني تفقصه تسوي له طقتين على اليمين 3 طقات على اليسار، طقتين كسرت بايندر ورديته مره ثانيه. لا، وفي عاده عندنا الكويتيين للامل، انا فيني وعلي، شوف ياخذ السيجار يسوي له تكتين 3 تكات 4 تكات، يرجعه وياخذ واحد ثاني. ليش؟ ما انت تكتكت، هذا فتحته انت، هذا عرفت الشفره مالته من اذنك انت الحساسه ما شاء الله عليك يا محترف السيجار. طيب خلاص بطلت السيجار، ليش تروح تاخذ واحد ثاني؟ هذه النقطة ما هي صحيحة. نرجع حق النقطة الأولى، طبعا هذه مو مودية، هذه أم الأذية. يمسك سيجارين 3 يفقص فيهم يرجعهم. نقول مثلا راح على الهويو وياخذ 2 3 هويو فقص، كان يقول لا اليوم مزاجي برتقاس، عشان يقطع عليك خط الرجعة مرة واحدة. ما يصير يا جماعة كذي، والله ما يصير. هذا سلوك غير محترف بتاتا. لا، وبرمضان تسويه بعد انت تتعاقب يا اخي.